المهم الواد سمعت ان هو ابني، خلينا نتصل عليه اشوف من يا الواد مدحت اللي غرب البلد. الو مدحت، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يا اخي مفيش اخبار عنك، انا مختفي بقالك اسبوعين كده. لما تبني ومال يا حبيبي ربنا يوفقك، بس خلي بالك ولاد الحرام كتير ممكن يبلغوا عليك. لا الناس وقت محدش سايب حد في حال، والمركز عنده خبر ولا المجلس عنده خبر زي بعض. ايوه في الليل مش مشكله، بقالكوا كام يوم، شدوا حيلكوا شويه. ما انا بالنسبه لي انا من ناحيتي انا اعتبرني ما قلتليش حاجه. الو الصوت راح فين؟ الخط مقطع زي بعض معلش. اسمع مين؟ لا الجماعه دول هتقول قدامهم ده ناس وحشين. ماشي يا حبيبي مع السلامه، خد بالك من نفسك وشد حيلك كده وحاول ما تتكلمش في كلام كتير وانجز كده وخلص، ربنا يوفقك. الواحد متمنى خير للناس كلها، عقبالنا يا رب. يلا سلام يا حبيبي مع السلامه. حبيبي يا عمي هو ما يبني والناس مش عارفه تبني ولا تعمل حاجه. تعمل ايه؟ ابلغ عنه الناس. لا حرام عليك يا راجل. لا مش حرام ليه؟ يعني هو يبني ونحن نقعد كده؟ الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ محسن، عامل ايه؟ بقول لك يا استاذ محسن، الحته اللي غرب البلد دي اللي عند سهريج المايه اللي على طول واقف هناك دي، الحته الوسعيه اللي عند الجامع دي، فتحت المباني؟ لا ما فتحتش. طب ما فتحتش، امال الواد مدحت ابو صلاح اما يبني بقاله 4 ايام ويبني في الليل والدنيا هناك خربانه على الاخر، ما حدش فيكم يبص ولا ايه؟ ولا احنا بس الغلابه تيجوا علينا يا اخي؟ روحوا بصوا على الناس احنا ربنا قدرنا لفعل خير، احنا نحب نساعد الناس الحلوه يا استاذ محسن. خلاص سلام يا صاحبي، سلام يا صاحبي مش بالعتاب، سلام يا صاحبي، سلام يا صاحبي، حرام عليك. مفيش